وسلم عليه. الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها المسلمون، فقد دعانا الله سبحانه وتعالى لأن نتواضع مع عباده، حتى وصف عباده الصالحين بأنهم يمشون على الأرض هونا. فقوله تعالى يمشون على الأرض هونا ترجمة لتواضعهم حتى مع الجمال ومع هذه الأرض بمشيتهم، ذلك لأن التواضع والتكبر مع أنهما وصفان جليان لهما ظواهر متعلقة بما يبدو على جوارح الإنسان ومعاملته. فمن استقر في قلبه التواضع رأيت أثر ذلك في قوله وأفعاله مع الناس، ومن استقر في قلبه الكبر لا بد أن يظهر أثر ذلك في نخوته وترفعه وإبائه وشطوحه واستخفافه من أن يجلس مع الفقير ومع المسكين، من أن يجلس في دون من المجلس، إلى غير ذلك من مظاهر الكبر الذي قد يكون بوصف من أوصاف الدنيا وقد يكون بوصف من أوصاف الدين والعياذ بالله. فيا من يتكبر بوصف من أوصاف الدنيا كغنى أو سلطة أو جاه بين الناس، اعلم أن الدنيا بما فيها أهون عند الله من جناح بعوضة. فلم التكبر؟ فلا يتكبر بهذه الدنيا الحقيرة إلا من سقطت هيبة الحق تعالى من قلبه. عباد الله، فليكن الكبر بطاعة أو بعلم أو بشيء من أمور الدين، فعلى صاحبه أن يعلم أن كبره بذلك يحط منزلته، وأنه يفسد عليه دينه وطاعته وعبادته، ويوقعه موقع الذلة في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلينتبه وليكن ميزانه ويتوجه إلى تحديده في حياته ولو بالتكلف أولا حتى يرسخ ذلك في قلبه. فإن من رأى واعتقد نفسه أنه خير من أحد من الخلق فقد خرج عن التواضع ودخل في قلبه شيء من الكبر. فوطن نفسك على التواضع أيها المؤمن، يرفعك الله سبحانه وتعالى، فإن الله يرفع كل من تواضع لجلاله. فتواضع في قولك وتواضع في فعلك، استحي أن تنسب الفضائل إلى نفسك، فإن ربك يزيلها عنك في طرفة عين إذا أراد. فاحذر يا عبد الله أن تتكبر بدنياك أو بشيء من دينك فتفسده، وتواضع لربك جل في علاه. اللهم ارفعنا وكلنا واستجب لنا واسمعنا وادفع الآفات عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلوا وسلموا على من أمرت بالصلاة والسلام عليه، حيث قال تعالى مخبرا وناكرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل المخلوقين وسيد الأولين والآخرين وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين صحابته أئمة الدين. وارض اللهم عن سادتنا وأئمة أهل الدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة من بايع تحت الشجرة، وعن الزهراء البتول فاطمة بنت الرسول، وعن الحسن والحسين، وعن العمين حمزة والعباس، وعن أصحاب النبي وأهل بيته أجمعين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وعن الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بحبهم واصل ألسنتنا عن سبهم وادخلنا الجنة معهم يا رب
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واصلح نياتنا وذرياتنا ويسر أمورنا مع راحة لقلوبنا وأحسن بلدنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك فاعنا ولكل خير توفقنا وأطل أعمارنا وفرج همومنا واجبر ديوننا وخلصنا من أسر نفوسنا وأهوائنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وبارك لنا في خيرات الأرض استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وتبركنا وأهلك من جهلاته صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بنا وبديننا سوءا واكفنا شره قل بيننا وبينه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل لا إله إلا الله. ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله